بكره هيتم الاعلان الرسمي عن الايفون الجديد اللي العالم كله مستنيه، الايفون 16 برو ماكس. ايه رايك لو خليتك تجيب الايفون ال 16 برو ماكس الجديد اللي المفروض هيتعلن عنه بكره بنفس سعر ال 15 برو ماكس بتاع اليومين دول، او يمكن زياده حاجات بسيطه جدا غير ملحوظه؟ حابب تعرف؟ تعالى. مبدئيا كده الفيديو ده للي بيفكر ان هو يجيب 16 برو ماكس وشايف ان الموضوع بتاع الاسعار اول ما الجهاز بينزل بيبقى غالي جدا، وبرضه الفيديو ده مخصوص للي بيفكر يجيب 15 برو ماكس بس ممكن يصبر شويه بشرط ان هو يجيب ال 16 برو ماكس بنفس السعر او بزياده حبتين. وبرضه الفيديو ده لاي حد بيفكر يستثمر او يعمل بيزنس سريع، فالفيديو ده ليكم انتوا التلاتة. بص، خلينا متفقين ان من بكره يوم 9/9 لغايه مثلا يوم 10/15 في شهر 9 ال 15 برو ماكس ده هيروح برقم تاني خالص. يعني لو هو النهارده ب 58,000 و58,500، انا هو انت اهو الجهاز ده هيجيب ال 60 61 62 وممكن يوصل لل 65,000. والكلام ده انا مش بهزي ومش من عندي، الكلام ده انا عايشه سنويا لان انا في السوق. دلوقتي التجار كلها بتحرق اسعار عشان تسيل فلوس عشان البري اوردر والحاجات اللي بيتم حجزها للموديلات الجديده بتاع كل سنه عشان يعرف يدخل دخله حلوه قوي. معنى ان ال 15 برو ماكس نزل للسعر ده، اذا هيبقى فيه طلب عليه كتير جدا، خاصه لما ينزل ال 16 برو ماكس 75% من الشعب المصري هيلاقي ان الفرق حاجه هبله، مش فارقه معايا، لا يا عم انا اروح اجيب ال 15 برو ماكس، فيحصل هجوم على ال 15 برو ماكس فسعره يبتدي يعلى تاني. سعر الجهاز عالي تاني بقى قريب جدا من ال 16 برو ماكس. طب ما هو كان ب 58,000 وب 59,000 وما جبتوش، هترجع ان انت تستسلم وتجيبه ب 62 وب 63، بل ده انت ممكن تستسلم وتجيبه ب 65. تعمل ايه بقى من خلال الفيديو ده؟ تعمل اللعبه اللي انا هقول لك عليها دي، والله من اسبوعين لشهر لا تدعي لي. انزل اشتري 15 برو ماكس وما تفتحوش، خليه مقفول زي ما هو اكنك ما اشتريتوش. طبعا لازم يكون معاك سيولته، يعني ما تبقاش زانق نفسك وجاي على نفسك ومجهز الفلوس من هنا ومن هنا. الفيديو ده مخصوص اكتر للناس اللي معاها شويه سيوله كده على جنب، يعني بدل ما اكنك شايل حته ذهب شايل قرشين في البنك، طلع منهم 58 59,000 وحط ال 59,000 دول في الموبايل ال 15 برو ماكس. بالظبط من 10 ل 15 يوم اتفرج على ال 58,000 دول او ال 59,000 بقوا كام، وابقى سمعني، يبقى اكتب لي في التعليقات بتاعت الفيديوهات بتاعتي كده يا تربو الله يبارك لك انا الجهاز بعته ب 63,000 وب 62,000. طيب نفترض ان انت بعته ب 62,000 63,000، هيبقى بيزنس، عملت مصلحه في 10 15 يوم 3 4 5 بواكي حلوين مش وحشين. او ان انت بعته بال 65 او بال 63 كملت حاجه بسيطه مثلا 5,000 4,000 وجبت ال 16 برو ماكس بدل ما يبقى معاك دلوقتي 58,000 وتكمل لل 70 والكسر فوق ال 70 عشان تجيب ال 16 برو ماكس. فكر، اكتب لي في التعليقات انا معايا حق ولا الكلام ما جاش على هواك. ركز، الكلام اللي بقوله لك ده بقوله لك عن تجربه شخصيه، سنين السنين في السوق في البيع وفي الشراء، والفيديو ده انا عامله خدمه ليكم كاخوات وكمتابعين احمد تربو. حتى لو انت مش بتتابعني واول مره تشوفني، اعمل منشن لاي حد من اصحابك بيفكر يشتري، او اعمل شير للفيديو عشان لو حد من اصحابك مستني ال 16 برو ماكس قول له على الفكره اللي قالها احمد تربو دي هتعجبه قوي ان شاء الله. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعنا على الفيسبوك بيج احمد_تربو. ابتدينا اهو نجيب عروض ان شاء الله تعجبكم في حاجات كده فيها لقط. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضيها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تتابعها وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل ل 10,000 مشترك. استنى رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.